كاملين شفنا الضجه اللي وقعت لسعد المجرد، كاملين كيفاش شنا تصيد في الفخ او المؤامره اللي دارت ضده، يعني في الحاله ديال الاغتصاب اللي كانت وقعت. هنا جا الدور على حكيمي حتى هو اتهمو بقضيه الاغتصاب. واش هادشي كيجيكم غير عادي الخوت؟ لا راه قلت لكم في المره الاولى كاين شي حاجه ضد سعد المجرد، ودابا غايديروا بلان ضد حكيمي، يعني كيستهدفوا غير النجوم او الفنانين الكبار ديال المغرب، بحال كاين شي صراع بين فرنسا والمغرب، ولكن ما غيكونش صراع اولا شي حاجه اللي واضحه لبنادم، لا غير من تحت الطابله. يعني حنا ديما غادي يبقاو ولادنا يخلصوا غير الشحط، حتى من المخابرات ديال فرنسا خدامه خدمتها دي، يعني دايره خدمتها كيفاش كيطيحوا كيفاش كيلقاو حل انهم باش ينتقموا من المغرب. كيف قلت لكم راه كان مؤخرا ما عرفت في 2000 قيله في 2020 وما عرفت شنو هو، كان واحد الهاكر قدمته ديال فرنسا قدمته المغرب للامريكان، يعني حيت المراكنه او الامريكان، حيت الامريكان كانت طالبت بيه، هو كان مخبي او لا هربان عند المغرب. الموضوع ديالنا ماشي هو هذا، انا غير كنوضح لكم مزيان علاش المخابرات ديالنا حنايا واش كتعرف تاكل وتشرب، ما كتعرفش ان تحمي ولاد بلادها، ان تحمي بحال هاد الفنانين اللي مستهدفين. انا من هاد البلاصه كنقول بلا الفنانين الكبار اللي معروفين كندوي على اللي معروفين واللي عايشين بالضبط في فرنسا بانهم يردوا البال بزاف. فراه نفس المدينه ونفس البلده جاو منها جوج بلانات، يعني البلان الاول ديال سعد المجرد نفس مدينه نفس بلاصه، والبلان ديال الحكيمي في نفس مدينه نفس بلاصه، غير هما الاحداث مختلفه. جات القصه ديال الحكيمي واللي قالوا عليها بان تعرف على واحد خيتي في الواتساب في الوقت اللي كانت مرت حكيمي وولدو كانوا مسافرين لاسبانيا كيدوزوا العطله ديالهم تما. هذيك الفتره كان شي وحده كتهضر مع حكيمي ودازت مده شهر، وي في اللحظه اللي كانوا المراه عنده الزوجه ديالو مسافرين حتى والديه مسافرين، قال نتلاقى معاها ما فيها باس، ما جايبك تشوفني بحال هكا. هي الدريه كتقول لهم غير شتو بدا يتقرب ليا وانا نهرب. واش هادشي كيدخل العقل؟ واش هادشي كيبان لكم الخوت بانها مساله طبيعيه؟ لا راه ضروري كاين شي خبايا تحت من هادشي كامل، شي خبايا اللي كيجونا حنايا بلا راه عاديين، ولكن كاينين شي رموز تحت من هاد القضايا كاملين، كاينين شي بزاف البلانات تحت من هادشي. راه باش يوقع سعد المجرد داك البلان اللي كيتجويت عليه في الفيديو اللي قبل، ان هو فاش اعترف او لا قال بان الصحراء راه ديال المغرب، هنا فرنسا ما حاملاش هاد القضيه، لان فرنسا كدير جميع الطرق وعلاش هي نوضت دابا الصداع بين الجزائر والمغرب، وكيبان لك راه واقيلا تكون شي حرب ولا شي حاجه، كتلقى ان بزاف ديال الجزائريين ولاو كيطعنوا في المغرب، يعني غير بالاعلام ديالهم. هنا شكون وراهم فرنسا اللي كتلقي الجزائر في الواجهه، حتى دوك الكابرانات تاع الجزائر ديال الكواغله اللي مكلخين، والله حق الله اللي كتجيونا مكلخين نتوما الجزائريين، حق الله غا بزاف اصاحبي. واخا ما كندويش على كلشي، انا ما كنبغيش نعمم، ولكن كاينين واحد الفئه بزاف اللي الاعلام ديالهم ما عندهم حتى شي اعلام، هو اصلا ما كاينش مساكن احفاد ديال الفرنسيين. حنا المهم اللي كنطالبوا ان يكونوا فنانين او النجوم ديالنا اللي في فرنسا يحضروا يوصلوا بزاف، ما يطيحوش في هاد الاخطاء، لان هاد الاخطاء راه ضروري غيبي يتخدموا، ولكن حاولوا يحضروا يوصلوا بزاف اللي كيعرف شي واحد يحضر راسو مزيان. نتمنى يعجبكم الفيديو، ويلا بيس، نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. حنا كما شفنا حكيمي في
في التتويج ديال الفيفا، فاش حتى هو كان من ضمن اللائحه ديال اللعابه او تشكيله احسن لعابه في العالم. حنا شفنا بلا راه عادي. عندي كان جا قبل منه جا اتصال ديال هاد القضيه اللي جاتو، كان كيبان لينا الانسان دري عادي ما مصوقش كيضحك لانه عارف هاد المساله. حتى الزوجه ديالو ما دارتش ردة الفعل اللي هي دايره بزاف، واخا انا عارفه بلا راه القضيه غير محبوكه، يعني مخدوم داكشي مخدوم. فراه هادشي اللي ولينا كنشوفو راه بزاف. او تا كاع الناس كاع وحوش. عندنا سعد المجرد وحش ولا اشرف حكيمي وحش. انا ما كنتش عارف بلا راه المغرب كيخرج الوحوش، وهادشي راه كيبان صعيب شويه الخوت. يلا نشوفوا فيديو جديد. اشتراك للقناه راه ما تخسر والو، لايك الفيديو حتى هو راه ما غتخسر والو، كلشي فابور. بيس ليكم غير باش تدعم خوك وتشجعني انني نزيد نقدم لكم فيديوهات اكثر من اكثر. يلا بيس ليكم تشوفوا.